ازيكم يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. ربنا يدومكم نعمة في حياتي ويخليكم ليا ويسعدكم، اللهم امين يا رب العالمين. قبل ما ابدا الفيديو عايزه اشكر كل اخواتي المتابعين الفضليات، ربنا يا رب يديمكم نعمة في حياتي ويبارك لكم كده يا رب في صحتكم في اولادكم ويكبروا بخاطركم دايما يا رب العالمين. فيديو النهارده كده كله طاقه ايجابيه، كله حماس، كله كده راحه نفسيه. صباح الجمال، صباح الحلويات، صباح الفل كده على عيونكم يا احلى واغلى ناس في الدنيا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم أمين يا رب العالمين. بدأنا كده اليوم بالطاقة الإيجابية، اليوم بالحماس، ورجعت كده للمطبخ من أول وجديد. شفنا كده هنعمل ايه. الجو النهاردة بسم الله ما شاء الله الجو حلو، أي نعم في برد وفي يعني شوية سقعة كده خفاف يعني، بس لسه علشان احنا طبعا شم النسيم وكده. خلاص يا حبايبي كل سنة وانتم طيبين. فعلشان الجو برضو كده يعني يعني تحسي فيه كده شوية رطوبة. هنا بقى كنت دخلت كده اوضه البنات، ربنا يبارك لي فيهم يا رب اللهم امين. يوم جديد وطاقة جديدة ان شاء الله، ربنا يا رب يجدد فيكم الامل اللهم امين يا رب العالمين. هنا بنتي بقى العروسة بتاعتها بصوا خلعت شعرها، ما خلتش فيها حاجة. عايزة اقول لكم جبتها لها بشعر يحول الله، طلعت من غير شعر، طلعت كده قرعة ومفيش اللي هو ايه بصوا شالت كل شعرها. انتوا عارفين ان البناويت بيحبوا اللعب والحاجات دي، لكن انا والله ما بحبهاش في البيت يا بنات. عارفين لما يكون في دباديب وحاجات في البيت انا ما بحبهاش سبحان الله. بحس كده انها مش حلوة، وبحس كمان انها يعني بتطرد الملايكة على زي ما سمعت، مش عارفة. فانا الصراحة مش بحبها الصراحة، فبس مش برضه ازعلهم علشان هم صغار وكده، بس بسيبها لهم يلعبوا، وقت ما يلعبوا اجي لميهم كده في كيسة وشايلهم من قدام مني. مش عارفة ليه ما بحبهمش، يعني انا ما برتاحش نفسيا لما بشوفهم. اول حاجه طبعا زي ما انتوا شفتوا كده في اول الفيديو، صحيت كده الصبح صليت الحمد لله، اللهم لك الحمد ولك الشكر يا ربي على اي نعمه انت اديتها لنا، الحمد لله الحمد لله. كل اللي يجوب ربنا احنا راضيين بيه، وعندنا ايمان ان في امل كده بالله، وعندنا كده دايما طاقة، ونجدد الطاقة والنية لله ان دايما كده تحط ربنا قدامك في كل حاجة. فان شاء الله باذن الله هتلاقي كده ربنا واقف معاك في كل حاجة. عليكي كده بالاستغفار، وان شاء الله باذن الله ربنا هيقضي حاجتك كلها. ربنا فرجه قريب، ربنا يعني عنده كتير قوي. خزائن ربنا ما بتنقص ابدا، حتى لو احنا يا بشر الخزائن بتاعتنا خست، ربنا عنده كتير قوي ورحمته واسعة الحمد لله. صحيت طبعا. فطرت البنات كان اول حاجة زي ما انتوا كده شفتوا، كان الجو جميل جدا وصوت العصافير في بداية الفيديو. الله يا بنات عايزة اقول لكم راحة نفسية وقت الشروق كده. لما اصحى من النوم لازم اطلع البلكونة اشم كده شوية هوا نقي، ادخل اجدد الطاقة اللي موجودة فيا، اخرج الطاقة السلبية. هتقفي كده وتتأملي كده في السحاب، هتحسي كده براحة نفسية صدقيني. ولو فيك هموم الدنيا اصحي كده الصبح وصلي وقت الشروق، وخليكي قاعده شويه في البلكونه، هتلاقي نفسك نفسيتك ارتاحت شويه. والحمد لله ربنا يا رب يحسن اخلاقكم ويحسن نفسيتكم دايما يا رب العالمين. بشكر كل اخواتي العراقيين، على دماغي وجود اي اخت عندي، بجد انتوا ناس تتشالوا فوق الدماغ. تعليقاتكم جميله، كلامكم جميل يا بنات، بيحفزني بيديني طاقه ايجابيه، بيجدد فيا الامل. رغم ان انا موجود في حاجات كتيرة جدا مشاكل الايام ديت، وانتوا عارفين ان قصة اختي لسه ما خلصتش، بس الحمد لله هنعمل ايه، ما باليد حيلة والله. انتوا قلتولي خلي املك في الله وثقي في الله، انا الحمد لله واثقة في الله ومؤمنة بالله والحمد لله وبقضائه. بس يا بنات الاطفال يعني كسرني، اللي هم صغار يا عين، صغير خالص، مش كبار يعني، هم صغيرين لسه محتاجين حضن الام ورعاية الام وكده. المهم مش عايزة اطول عليكم الفيديو، انا دايما ان شاء الله كده فيديوهاتي تكون كده طاقة ايجابية ان شاء الله باذن الله، ودايما كده تشجعي وتخلي عندك امل بالله وتبدأي يومك كده وتعرفي ان شاء الله فرجه قريب. فطرت البنات زي ما انتوا شفتوا، حمرت لهم بطاطس، وجيت هنا بدأت ان انا الصلاة بتاعتي كلها كنستها
وطبعا عشان ما اطولش عليكم الفيديو مسحتها بس كده معاكم، مسحتها مسحه حلوه يا بنات. ان شاء الله ربنا يبعت الفرج قريب ان شاء الله. واجيب كده مساحه علشان انا حطيت كده الفوطه ومسحت عادي جدا. هنا بقى الكرنب عندكم في العراق بتقولوا الدلمه العراقيه، هنا بقى عندنا في مصر في الدنيا بنقول عليه كرنب، محشي كرنب. هو ده محشي الكرنب. كان عندي كده كرنبيتين مقطعتين كده مقلوظين. الصراحة يا بنات طلعوا معايا كمية حلوة، الله اكبر ما شاء الله بإذن الله. يا رب كده كل اللي بيشيل حاجة لأهل بيته ياكلها على هنا يا رب، وما تتحرموش ابدا من صحتكم، وما تتحرموش ابدا من اولادكم، اللهم امين. انا نفسي بس كده مش عايزة حاجة من القناة غير يكون ليا عيلة وليا ناس كده تحبني وتدعي لي في ظهر الغيب بالفرج والعاجل ان شاء الله باذن الله. مش عايزه حاجه تانية والله من الدنيا غير كده. وده يا بنات لو عندك كرنبتين او 3 او 10 هتقطعيهم بسرعة البرق كده زي ما انتوا شايفين كده. وطلع معايا الورقة زي ما انتوا شايفين كده اظن كده في الفيديو، هتلاقوها كده بسم الله ما شاء الله. هخزنهم والله بيقعد عندي من السنة للسنة خزين زي ما هو كده، مش بيجراله اي حاجة يا بنات، ولا يعني بيجلد ولا بيعمل اي حاجة. بصوا الورقة طالعة اللهم بارك ما شاء الله ما شاء الله ولا قوة الا بالله يا بنات. هنا هحط كده، هرص، جبت الاطباق كده بتاعت التخزين هرص فيها كده زي ما انتوا هتلاحظوا. وهبدأ ان انا هشيله بس قبل ما استخدمه طبعا، قبل ما احتاجه، يعني ان انا هعمله النهاردة مثلا بإذن الله او هعمله بكرة، ببدأ ان انا اشيله من الفريزر من بالليل علشان المية اللي هيشربها ما تتجمدش يعني. وانا بعمل الاقيه كده فاكك، يعني فاهمين انتوا اللي هو زي ما تكونوا هتجيبوا حاجة كده وهتفك منكم. المهم يا حبايبي زي ما انتوا شايفين كده خلصت كده الكمية وقطعتها بسم الله ما شاء الله. ما هدرش معايا خالص بالطريقة ديت اللي انتوا شفتوها في اول الفيديو، ان انا هقطعه زي ما انتوا شفتوا، مش هيهدر معايا اي حاجة خالص. لو وصلت من هنا للفيديو ما تنسيش كده تدعميني بلايك وكومنت منك كده حلو، واشتركي في القناة، فرحوني يا بنات اجبروا خاطري. هنا بنتي طبعا تعبانة، كنت بشتغل والله وهي على دراعي، بس الحمد لله على كل حال، علشان يعني انا الام وانا الاب وانا اللي شايلاهم وانا فالصراحة مش بيهون عليا لو في عيل تعبان منهم ولا كده، ما بقدرش اسيبه حتى لو انا بصور وكده. هنا قاعدة معايا هنا يعني على المطبخ، نظفت الدنيا وروقت الدنيا، وزي ما انتوا شايفين كده الفيديو كله طاقة ايجابية كله حماس. ربنا يجعل ايامكم كلها كده هنا وسعيدة وبركة وراحة بال، اللهم امين. والسلام عليكم.